اللحظة المؤثرة ديت الولد كان بيضرب في أبوه، ما يعرفش إن هو أبوه، وهو معذور. ده لقى واحد بيقتحم عليه بيته، والأب كان بيضرب في ابنه اللي كان جاي وهو طول 30 سنة عمره ما نسي ابنه، وعمال يفتكر يا ترى اللي اتولد ولد ولا بنت، ويا ترى عايش ولا مات، وعمال بيفكر وبيتمنى انه ياخد ابنه في حضنه او بنته في حضنه. وفجأة لقى ابنه قدامه. اول موقف يدور ما بينهم ان هما الاتنين يخبطوا في بعض ومحدش فيهم عارف التاني. فالاب بص لزوجته قالت له ده ابنك ربيعة اللي انت سبته وهو جنين في بطني، اتولد وكبر واتجوز، ابنك يا فروخ، ابنك ربيعة. وبصت لابنها ربيعة قالت له أبوك اللي غاب عنك 30 سنة عشان يجاهد في سبيل الله وعشان يرفع راية التوحيد في البلاد اللي في آخر الدنيا. خد أبوك بحضنك، خد أبوك في حضنك. فبص كل واحد فيهم لقى التاني بياخده في حضنه، والدموع بتنسال على خدودهم، ومحدش فيهم قادر يتمالك نفسه من البكاء. والناس اللي حواليهم اللي دخلوا عشان يفضوا النزاع اللي ما بينهم الكل عمال يبكي ومتأثر جدا بالموقف العجيب دوت، وخرجوا عشان يسيبوه الأسرة الكريمة يعيشوا مع بعض اللحظات السعيدة، لحظات اللقاء الجميلة المؤثرة ديت. وفجأة بص فروخ لابن ربيعة قال له انت ابني ربيعة؟ قال له وانت ابويا فروخ، ربنا يجازيك عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 30 سنة حارم نفسك من زوجتك ومن ابنك عشان تجاهد في سبيل الله، والأب بيقول لزوجته ربنا يجازيك عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 30 سنة صبر على فرائي وقعد عشان تربي ابنك وما رضيتيش تتجوزي من بعدي، رغم ان انت كان بعد 5 سنين من حقك ان انت تتجوزي، لان في الغالب ممكن اكون مت. سبحان الله. نزلت ام ربيعة تسلم على جوزها وهي في غاية الفرحة السعيدة مش قادرة، لكن كان في حاجة مقرقاها وتعباها ومخليها قاعدة مش قادرة تحس برضه بالموقف، خايفة لحسن جوزها بعد 30 سنة يسألها ويقول لها عملت ايه في 30,000 دينار اللي انا سبتهم لك؟ صرفتيهم ولا لسه سايباهم؟ حافظت عليهم ولا لا؟ فجأة وهي بتفكر قطع التفكير ده كلام جوزها، قال لها خدي انا جبت لك 4000 دينار، طلعي الفلوس اللي انا شايلها عندك وضم لها الفلوس ديت علشان نجمع الفلوس دي ونشتري بستان او دار نأجرها ونعيش من الريع بتاعها. فقال لها فين الفلوس؟ قالت له انا حطيت الفلوس ديت في الموضع او في المكان الذي يجب ان يوضع فيه، وراحت معرضة بالكلام. فجأة سمعوا صوت المؤذن لصلاة المغرب، فقالت له اذهب يا فروخ لكي تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقد ذهب ابنك ربيعة. فقام يتوضى، وبقاله 30 سنة ما دخلش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عشان يصلي. وبعد ما صلى صلاة المغرب وجاي ينصرف لقى جموع وحشود من الناس عجيبة، وأعداد عجيبة جدا بأعداد عمره ما شافها في حياته، آلاف البشر كل دول داخلين المسجد. في إيه يا جماعة؟ قالوا له في درس علم. درس علم؟ درس علم، عالم كبير من علماء المدينة، من أكبر علماء المدينة هيدي درس دلوقتي. وقعد يسمع الدرس ويسمع المبلغ. الشيخ بيقول الكلام، فالكلام ما كانش فيه ميكروفونات على ايامهم، فالشيخ بيقول الكلمة واللي قدامه بيبلغ للي بعديه، واللي بعديه بيبلغ للي بعديه، وبعد كده الشيخ يبتدي يتكلم مرة تانية. فابتدى فروخ يسمع كلام، وبيسمع كلام فيه فقه عالي جدا وفكر عالي جدا، وواحد عالم فعلا من العلماء الأجلاء. وبعدين فجأة راح مقرب من واحد بعد ما الدرس خلص، قال له مين اللي كان بيدينا الدرس ده؟ قال له انت ما تعرفوش؟ انت مش من المدينة؟ قال له انا من المدينة بس بقالي 30 سنة كنت غايب عن المدينة. قال له ده سيد من سادات التابعين، عالم المدينة وفقيه المدينة، عالم من أكبر العلماء وإمام من أكبر الأئمة، بيجلس في المجلس بتاعه ويتعلم على ايديه مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان
ويحيى بن سعيد الأنصاري وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم كتير وكتير، كل دولت من تلاميذ هذا العالم. قالوا العالم ده اسمه ايه؟ قال له اسمه ربيعة الرأي. قال له ربيعة الرأي؟ أول مرة أسمع عن ربيعة الرأي. قال له أيوة، لأن العلماء اللي في المدينة كلهم لما يبحثوا في مسألة فلا يجدوها في كتاب أو في سنة، فكانوا يلجأوا لهذا الرجل فيجتهد برأيه قدر استطاعته فيطلع لهم بالحكم الفقهي اللي هم عايزينه، فسموه ربيعة الرأي. قال له طب هو ابن مين؟ قال له ده ربيعة ابن فروخ اللي كان ذاهب يجاهد 30 سنة في سبيل الله، وسمعنا انه جه امبارح. وما عرفش ان هو بيكلم ابو ربيعة اللي هو فروخ. فبكى فروخ بكاء شديدا من شدة الفرح، ورجع البيت. زوجته قابلته قالت له خير مالك يا فروخ؟ قال لها كل الخير الحمد لله، شفت ابني في موضع وفي منصب وفي مكانة عمري ما تخيلت ان ابني يكون في المكانة ديت. عرفت ان ابني عالم كبير من علماء المدينة، عرفت انه بيتعلم على ايده مالك ابن انس اللي بنسمع عنه في كل مكان وهم يقولون كيف يفتى ومالك في المدينة. ابو حنيفة بيتعلم على ايديه، يحيى بن سعيد الانصاري، سفيان الثوري، الاوزاعي، الليث بن سعد، كل دول بيتعلموا على ايد ابني انا وصل للمكانة الكبيرة ديت. فقالت له ايوه ابنك وصل للمكانة الكبيرة ديت واصبح اكبر عالم في المدينة المنورة. فقال لها طيب فين الفلوس اللي شلتها عندك علشان نطلعها ونبتدي نكرم ابننا ونشوف هنعمل له ايه ونأمن مستقبله ازاي؟ قالت له ايه رأيك، المكانة اللي شفت فيها ابنك أحسن ولا 30,000 دينار اللي انت سبتها عندي؟ قال لا طبعا المكانة اللي أنا شفت فيها ابني أغلى من كنوز الدنيا كلها. قالت له والله يا فروخ أنفقت كل الفلوس علشان ابنك يكون في المكانة اللي انت شفتها ديت، أيهما أفضل؟ قال لها جزاك الله خيرا، طابت نفسي باللي انت عملتيه، ولو أنفقت أديها 10 مرات ما وفت قدره ومكانته. ده المكانة اللي هو فيها تساوي كنوز الدنيا، بل ما توازيهاش أصلا كنوز الدنيا. وبقى فرحان فرحة لا تخطر على قلب بشر، إنه بعد ما راح عشان يجاهد في سبيل الله 30 سنة محروم من زوجته ومحروم من ابنه، رجع وربنا أقر قلبه وصدره بأنه يشوف ابنه عالم كبير من علماء المسلمين. قد ايه فرحة الأب وفرحة الأم لما يكون ابنهم عالم من العلماء العاملين، مش مجرد عالم وبس وحافظ شوية نصوص وطالع عشان يقول كلمتين وبس وهو لا يعمل بهذا الكلام، لا، العالم العامل. ولذلك كانت فرحة كبيرة قوي قوي. وشفنا قد ايه الأم، عشان تعرفوا يا نساء المسلمين دي رسالة، أنا بعتبر درس النهاردة رسالة لكل أم مسلمة. بقول لها خدي هذه المرأة قدوة ليكي. شفتي ما قالتش بقى بعد ما زوجها سابها لمدة 3-4 شهور أنا هتفتن في ديني ولازم تلحقوني جوزوني، وده مش معناه أنه حرام أنها تتجوز، لكن ما بقتش الدنيا كلها في أن أنا أتفتن أو ما أتفتنش أو أتجوز أو ما أتجوزش. عيشي لدينك، خلي عندك هدف، خلي عندك هدف بجد عيشيله. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها اتجوزت النبي او اتجوزها النبي عليه الصلاه والسلام كم سنه يا جماعه؟ 9 سنوات. اتجوزها وعندها 9 سنين ومات وهي عندها 18 سنه. قعدت بعديه 47 سنه مشغوله بقضيه واحده، ابلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. 47 سنه وهي بتبلغ سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي وأخواتي الفاضلات، بالله عليكم نفسنا نعيش لديننا، نفسنا نحدد هدف ونعيش عشانه، عشان نخدم ديننا ونخدم بلادنا ونخدم ولادنا ونربي أولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حقيقة الصفحة الجميلة دي خلصت، ولكن ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نتقابل بكرة في صفحة من صفحات التابعين، من روائع التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية